ازاي بقى؟ انا عايز حضرتك تقنعني ازاي. انت ايه؟ انت بني ادم ولا انت ايه؟ قول لي. شايف الثلاث جمل دول؟ فاهمهم؟ طب في الفيديو قوم يلا. مش فاهمهم؟ لازم تكمل معايا الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اخواتنا وحبايبنا، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنشرح زمن من اهم الازمنة في الانجليش. مين هو؟ زمن الباست بيرفكت، اللي هو زمن الماضي التام. طيب الماضي التام قبل ما نشرحه لازم تفهم زمن تاني اللي هو الباست سيمبل، زمن الماضي البسيط. طب ايه اللي انا عملته من شويه ده اصلا؟ انا عملت ايه عشان افكرك؟ انا كلت الورقه الاول وبعد كده شربت بعدها ميه. ايه اللي حصل الاول؟ كلت الورقه الاول وبعد كده شربت ميه. طب هل انا بعمل الكلام ده دلوقتي ولا من شويه؟ من شويه ده يعني في الماضي. تعالى بقى نفهم النهارده هنعمل ايه. بص يا سيدي، اول حاجه لازم تراجع معايا بسرعه كده الباست سامبل، وانا سايب لك في الديسكربشن تحت اللينك بتاعه، خش اتفرج عليه بالتفصيل الممل، بس هنا احنا هنقوله في السريع. يلا بسرعه كده. الباست سامبل زمن الماضي البسيط بيتكون من ايه؟ كنا عارفينه، التصريف الثاني للفعل باضافه دي منتظم شاذ زي ما هو. فاحنا بنقول ايه بقى؟ قلنا دي منتظم شاذ زي ما هو. يعني يا مستر الكلام ده؟ يعني الماضي من travel هتبقى traveled، الماضي من go هتبقى went. فانا هقول لك ايه اهو، هنا he traveled او went to طنطا yesterday، فين؟ في الماضي امبارح. طب انا عايز انفي الباست سيمبل، هننفيه بايه؟ didn't plus الانفينيتيف. يعني هاجي اقول لك ايه؟ he didn't، يلا ها، traveled ولا travel؟ يبقى travel بس، يبقى he didn't travel او go. تمام اهو to طنطا yesterday. طيب عايز اعمل في الكويستشن السؤال هنقول ايه؟ did السبجكت وبعد كده الانفينيتيف المصدر والكويستشن مارك اللي هي علامه الاستفهام. زي اقول لك ايه اهو، did he travel or go to طنطا yesterday ونحط علامه الاستفهام. دول كده ثلاثه. هو اصلا يا مستر هو الباست سيمبل الماضي البسيط ليه اصلا كام تكوين، كام فورم؟ احنا قلنا 5، ارجع للفيديو. طيب يبقى كده انا خدنا كام واحد؟ كده احنا خدنا اهو 3 فقط لا غير. فيلا هنكمل الباقي. دي 1 ادي، نمبر 2 3، نمبر 4 بقى هقول لك ايه؟ was aware اهو، was aware بلس اي حاجه في الدنيا ما عدا الاي ان جي. يعني انا كده مش عايز بعد was aware اي ان جي، امال انت عايز ايه؟ اي حاجه زي دي مثلا noun اسم او adjective، تمام كده، او preposition حرف جر. يبقى was aware اسم صفه حرف جر. زي مثلا اقول لك ايه؟ I was او he was a boy. You were a boy، انت كنت ولد. خلاص. You're a little girl، انت كنت بنت صغيره بس دلوقتي كبرتي. اذا was aware جه بعدها هنا noun او هيجي بعدها adjective. يعني اقول لك يا سيد ورب العباد انا كنت زعلان من شويه بس اول ما بدات الفيديو بقيت مبسوط وفرحان اهو. خلاص. هقول لك مثلا I was مثلا happy، انا كنت مبسوط بس دلوقتي خلاص المود بتاعي اتغير. طيب we were in Alex، لو جه بعديها preposition يبقى past simple. جميل. برضه was aware لو جه بعديها PP اللي هو الباست participle اللي هو التصريف الثالث، فده اسمه فاكر passive. يعني ايه بقى؟ المجهول. زي ما جيت قلت لك ايه؟ هي الاوضه نظفت ولا تم تنظيفها؟ الاوضه يا مستر تم تنظيفها. فانت هتقول له ايه بقى؟ the room cleaned ولا was cleaned؟ يبقى انت هتقول له ايه؟ the room was cleaned اهو، was aware plus PP. اوعى تقول cleaned بس. هقول لك مثلا ايه؟ مثلا الدرس اتشرح يبقى the lesson was taught. فهمت حاجه؟ يبقى انت لازم تقول ايه؟ was aware plus PP. the food الاكل was eaten تم اكله. تمام؟ طيب اخر واحده ودي بقى المهمه النهارده قوي اللي هي مين؟ had. فانا عايز had اهي، دي كده نمبر 4 دي نمبر 5. لو لقيت بعد had حاجتين بس اللي هم مين؟ اما noun اللي هو يبقى اسم او
to plus الانفينيتيف. طبعا had زائد اسم noun هي معناه ايه بقى؟ امتلك. اللي هو اقول لك ايه؟ انا كان عندي عربيه I had a car. He had money. اهو هو كان معاه فلوس بس خلاص دلوقتي مفلس. هاجي اقول لك had to plus الانفينيتيف معناه قلنا ايه بقى؟ اضطر. تمام اهو. هاجي اقول لك مثلا they had to come early. هم اضطروا ان هم يجوا بدري. ده كده خلاصه سريعه للباست سمبل. تعالى نفتكر كده الكي ووردز بتاعته. هو كل ده يعني الزمن المساعد بتاع الزمن بتاع النهارده. عشان هتقول لي يا مستر انت كاتب لي في العنوان الباست بيرفكت وداخل لقيت الباست سمبل. لا ركز بس معايا وتابع معايا يلا باذن الله. بص عندي الكي ووردز انت فاكرها برضو. احنا كنا قلنا في الفيديو الثاني حوالي 23 او 24 علامه. هنا هقول لك اهمهم اللي هم كانوا مين؟ yesterday, last, ago, once, in the past اهو in وتاريخ في الماضي past date و used to plus الانفينيتيف. يبقى تاني بسرعه اهو قلنا ايه بقى؟ yesterday, last, ago, once, in the past يعني تاريخ في الماضي used to. طبعا yesterday يعني امبارح. last يعني سابق او اخر او ماضي. ago منذ. once ذات مره. in the past في الماضي. used to طبعا قلنا يعني بقى عاده في الماضي. هنا مثلا ان وتاريخ في الماضي زي مثلا اهو ان تعال نكتب اهو ادي ان 2021 مثلا في عام 2021 يبقى ده كده يبقى past date. For example he not طنطا yesterday. طبعا هنا انا هختار ايه؟ انا في كي وورد اهو في علامه اللي هي مين؟ yesterday. اوتوماتيك هنا عارف كده اللي يحصل؟ ساعتها هاخد past simple. طب انهي واحده؟ يبقى طبعا اول واحده. لان انت عارف الثانيه دي اللي لسه هنقولها كمان شويه had travel ده كده past perfect ماضي تام. هنا ده travels ده present simple مضارع بسيط. وهنا have traveled present perfect مضارع تام. كده دي يعني ريفيوهايه بسيطه كده على الباست سمبل. عايز الزمن بالتفصيل ارجع للفيديو اللي في الديسكربشن. طيب يلا بقى نخش على الزمن بتاعنا النهارده. النهارده احنا هناخد الباست بيرفكت اللي هو زمن مين؟ الماضي التام. وزي ما احنا متعودين وقلت لك قبل كده لازم كل تنس عندي تعرف فيه 7 حاجات. خلاص كده اللي هو ايه؟ اسم الزمن اللي هو الباست بيرفكت. الفورم التكوين سواء اكتف تمام اور باسيف اللي هو الايه؟ المعلوم المجهول. بعد كده عايز النيجاتيف النفي وعايز الكويستشن السؤال وعايز اليوسج الاستخدام والكي ووردز او اللينكرز. خلاص ادي ال7 حاجات. الاول يلا كده نتكلم عن اول 5 حاجات في الحته الصغنطوطه دي. بص الباست بيرفكت بيتكون ايه؟ هاد بلس حاجه من 2 اما بي بي اور بن بلس بي بي. عارف بن دي لها مفعول السحر عندي. ليه؟ انت فاكر ليه؟ هقول لك. هاد بلس بي بي ده كده ماله؟ اكتف يعني معلوم. طيب هاد بن بلس بي بي ده كده مين؟ الباسيف يعني المجهول لسه قايلينه. يعني ايه معلوم ومجهول وشارحينه في فيديو برضه لوحده برضه هسيبه لك في الديسكربشن تحت المعلوم والمجهول في الانجليش كله. خلاص؟ طيب الخلاصه اللي فوق دي معناها عمل اللي تحت تم عمله. يعني ايه؟ تعالى بص he not our food. اختار يلا had eaten or had been eaten. قبل ما تشوف الجمله لازم تترجم التشويس نفسه. الاختيار نفسه يا جماعه لازم اترجمه. had eaten عارف يعني ايه had eaten؟ had plus بي بي معناها عمل. حسب بقى الفيرب يعني had eaten معناها كل. اهو دي كده كل فدي اسمها active يعني معلوم. طيب have been eaten been دي احنا قلنا طبعا لازم تصريف ثالث. خلي بالك لو مفيش بعد been بي بي يبقى مش باسيف يبقى مش مجهول. احنا برضو قلنا الكلام ده في فيديو الاكتف والباسيف. اذا had been دي eaten بي بي اهو ده كده اسمه تم عمله تم اكله تم شربه تم كتابته على حسب بقى الفيرب اللي موجود عندك. هنا هاد بين ايتن يبقى ايه؟ تم اكله وده اسمه باسيف يعني مجهول. جميل. اظن كده الجمله وضحت. هي يعني ايه؟ هو. طب هو كل ولا اتاكل؟ هو كل يا مستر. ايه الهيافه دي؟ بس يبقى هاد ايتن بس خلص اللي دي صح. تمام؟ طب بص كده الجمله الثانيه ذا فود الاكل. طب هو الاكل كل ولا تم اكله؟ يا مستر سهله قوي. الاكل تم اكله يبقى يلا هناخد ايه؟ يبقى had been eaten بس اللي هي تم اكله بس. طيب دي النقطه الاولى. مستر انا عايز النفي. عارف هتعمل ايه؟
حط not هنا بس اهو not. يعني اقول له ايه هنا had eaten hadn't eaten بس، يبقى he hadn't eaten the food او our food. خلاص اهو يبقى النيجيشن او النيجاتيف يبقى he hadn't خلاص eaten بس، حط نوت هنا. طيب مستر انا عايز السؤال هتعمل ايه؟ حط لي هاد في الاول اهو had he eaten، هل هو كل؟ والكويستشن وورد بتاعتك بس او الكويستشن مارك بقى علامه الايه الاستفهام. في حاجه صعبه في الكلام ده كده؟ يبقى ده كده بالنسبه لايه؟ بالنسبه لدي. خلاص حاجه زي الفل كده. احنا خدنا 5 حاجات. نخش بقى على الكلام بتاعنا. بص يا سيدي، الماضي التام هلعب معاك لعبه بسيطه، هحكي لك حدوته. بص انا عملت ايه من شويه؟ كلت الورقه صح وبلعتها وزي الفل وبطني وجعاني وكل ده عشان خاطر حضرتك تفهم. طيب الكلام ده من شويه، طب هاجي اقول لك هحكي لك حدوته انا عملتها امبارح. انا جيت عملت ايه امبارح؟ امبارح ده كده فين؟ ها في الماضي اهو. في الماضي ايه؟ فقط بس. تمام؟ فجيت قلت لك ايه؟ يعني امبارح الاسبوع اللي فات يبقى لازم ماضي. جميل الكلام؟ جميل. عملت امبارح ايه؟ اول حاجه انا عملتها قمت ماشي قلت املك كرش، فده الحدث الاول اللي عملته. تمام اهو مليت الكرش اللي هو ايه؟ كلت. بعد كده قلت لازم يبقى عندي شويه من الاحمر، خلاص الامتحانات قربت فانا لازم اعمل ايه؟ لازم اقعد اذاكر بقى شويه، يبقى الحدث الثاني هيبقى ذاكرت. طيب بعد كده ركز بس معايا، ثالث حاجه عملتها ايه؟ قلت بقى بحبح عن نفسي بقى فخرجت اهو، الحدث الثالث خرجت. طيب بعد ما خرجت قمت عملت ايه؟ قمت روحت، هروح بقى ده الحدث الرابع اهو روحت. طب بعد ما روحت قلت بقى انا عايز ايه؟ ادخل انام بقى، فقمت عامل ايه يا معلم؟ نمت. يلا كده اسالك سؤال، تعالى اسالك سؤال، هل انا عملت ال5 احداث دول في نفس الوقت؟ هتقول لي يا مستر طبعا لا، ده انت اول حاجه كلت بعد كده ذاكرت، اكيد ما كلتش وانا بذاكر. تمام اهو يبقى كلت الاول بعد كده ذاكرت وبعد كده خرجت وروحت ونمت. اذا بص بقى الكلام ده كله فين؟ في الماضي. طيب هل الحدثين مع بعض ولا قطعوا بعض؟ قال لك لا ده مع بعض. يبقى انا عندي اهو، بص بقى يا معلم، انت عند حضرتك قال لك لو لقيت ايه؟ حدثان او اكتر لازم يكونوا فين؟ في الماضي. لازم في الماضي زي ما انا كاتب لك فوق اهو، ولازم يكونوا ورا بعض. يبقى حدثان او اكتر في الماضي، لازم في الماضي ولازم ورا بعض. ايه اللي هيحصل؟ رتب احداثك يلا. عارف الحدث الاول ده هيبقى زمنه ايه؟ الله ينور عليك. بص بقى الحدث الاول ده هيبقى الباست بيرفكت. عارف يعني ايه؟ يعني ماضي تام. طب اشمعنى يا مستر؟ ليه اخد الحدث الاول ده باست بيرفكت ماضي تام؟ هقول لك يا معلم، الماضي التام ليه 4 شروط عندنا. ايه هما؟ قال لك نمبر 1 هو الحدث الاول نمبر 1. تاني يبقى الماضي التام ده هو نمبر 1 الازمنه في الماضي، هو رقم 1 مفيش حاجه بتحصل قبله، ادي رقم 1. الماضي التام جبان. يبقى تاني، يبقى بص بقى اكتبهم لك اهو، الماضي التام ده هو نمبر 1 هو نمبر 1. يعني الحدث الاول بس ما يجيش قبله اي حاجه. طيب 2 ماضي جبان. يعني ايه يا مستر ماضي جبان؟ قال لك يعني المعلم ده ما ينزلش لوحده في جمله لوحده. يعني ايه يا مستر الكلام ده؟ يعني اوعى لو لقيت جمله لوحدها بس في الماضي ما تاخدش ماضي تام. بمعنى تعال اهو فور اكزامبل هاجي اقول لك هنا ايه؟ مثلا he not yesterday اهو. طيب هنا انت هتختار studied or had studied. بص يا معلم انا عندي هنا ايه؟ عندي هنا كام فيرب؟ فعل واحد. طالما عندي فيرب واحد يبقى عندي جمله واحده، واحنا قلنا من شويه ان الماضي التام ما يجيش لوحده ابدا. خلاص اهو الماضي التام ما يجيش لوحده في جمله، اذا كده ناخد ايه؟ هيحل محله الباست سمبل. طب مستر ما انت لسه قايل اصلا من شويه ان studied دي ماضي بسيط، يبقى اوتوماتيك كده هياخد studied بس.
past simple. بس كده. يبقى الماضي التام ماضي جبان اهو. خلاص. بس يا مستر لا، احنا قلنا في 4 شروط عندي for conditions. رقم 3 الاول قال لك هنا ايه؟ نمبر 3 قال لك الماضي التام تنك اهو. عارف يعني ايه تنك؟ يعني يقول لك انا لو نزلت مره في الجمله ولا ما تجيبنيش تاني مع نفس الرابط او في نفس الجمله. يعني نزلت مره خلاص قضيت، خلاص انتهى الموضوع، خلصانه تمام اهو. يعني انت لو لقيت في الجمله مثلا، لو جينا لقينا اي رابط مثلا اي رابط، مش هكتب رابط دلوقتي عشان انا عايزك تفهم. هقول لك ايه؟ I had اهو مثلا ايثن انا كلت. طيب الجمله الثانيه، عارف الجمله هتبقى ايه؟ الجمله الثانيه بتاعتها اهو. هل ينفع اقول لك I had played I had studied؟ مستحيل. لازم اقول له ايه بقى؟ I not. يلا اختار. هتاخد نفس الكلام studied ولا had studied. طالما لقيت في الجمله او في الرابط تمام، سواء رابط بقى او جمله بس من غير رابط، ايه اللي هيحصل؟ had بلس بي بي. اوعى تاخده تاني، يبقى انا هاخد studied. طب اشمعنى؟ لان ايه بقى؟ الشرط الرابع الباست بيرفكت ده عقبال عندك عقبالك كده باذن الله كده لما تكبر وتزقلط قد الدنيا، مرتبط بمين يا معلم؟ قال لك بزمن الماضي البسيط اهو. دلوقتي لان احنا بعد كده الماضي التام ده عينه هتزوغ وهيلف على زمن تاني، بس مش عايزه دلوقتي. هو دلوقتي كده مؤدب ومحترم معانا خلاص. يلا بقى تاني كده قلنا ايه؟ الماضي التام نمبر 1 اهو. يبقى الماضي التام نمبر 1 ماضي جبان، ماضي تام ماضي جبان. يبقى الماضي التام نمبر 1 ماضي التام نمبر 1 ماضي جبان. خلاص. ماضي تنك، وهي كمان مرتبط بالماضي البسيط. يبقى الماضي التام نمبر 1 جبان تنك مرتبط بالماضي البسيط. تيجي نطبق على الكلام ده، يلا بينا. احنا قلنا اهو نمبر 1 يعني الحدث الاول، يبقى مين الحدث الاول؟ ماضي تام. طب يبقى الحدث الثاني، ما انا لسه قايل لك انت شوقتني كده. مين الحدث الثاني؟ ما شوقتكش ولا حاجه، ما انا قلتها لك اصلا. يبقى الماضي التام هيبقى ايه؟ ماشي. الحدث الاول. الحدث الثاني هيبقى ماضي بسيط. طب مستر هو الحدث الثالث هيبقى ايه؟ قال لك الماضي البسيط ده يقول لك انا رقبتي سداده يا معلم، انا بص اهرسني، انا خدامك. يعني يعني ممكن انزل في الجمله مره واثنين وثلاثه واربعه وعشره ومليون. يعني الحدث الثالث هيبقى past simple ماضي بسيط. الخمس اشكال لسه مراجعينهم تمام اهو. الحدث الرابع past simple برضه ماضي بسيط. الخامس ماضي بسيط. المليون ماضي بسيط. بس كده، دي الخلاصه. اقول لك الخلاصه، الحدث الاول هيبقى زمنه ماضي تام، تاني تالت رابع خامس مليون ماضي بسيط. بس هي عمليه فيها ترتيب للاحداث. نرجع للجمله. مش انا كلت الورق الاول في الماضي صح؟ ما كانش شربت ميه؟ يلا انت اللي تقول لي. كلت الورق هيبقى حدث اول صح؟ هيبقى زمنه ماضي تام. طب شربت الميه حدث تاني هيبقى ماضي بسيط. بس خلصت على كده تمام. ايه رايك؟ زي الفل. يلا نطبق. بص يا سيدي، انا عندي اهو في بقى اللينكرز بقى. بالله عليك ركز معايا قوي. بص كده، انا عندي النهارده 11 لينكرز رابط. الموضوع هايف، بس بالله عليك لو ما فهمتش اللي انا قلته من شويه لازم ترجع تاني. لان ايه؟ فهمت اللي انا قلته من شويه، ال 11 رابط بالنسبه لي خلصوا كده. احنا هنعمل ايه؟ هنرص. هجري معاك دلوقتي. بص اهو هتلاقي الموضوع ايه بقى بيجري مننا دلوقتي تمام. فتابع يلا بقى كده معايا. ما فهمتش ارجع، فهمت خلاص يلا نكمل. يلا مش عايز اضيع وقت. بص يا معلم، انا عندي نمبر 1 عندي مين؟ after اهو. اخت after اسمها as soon as. طيب هما اتنين بس انا بزود لك التالتة، ودي اصلا اللي انا بديتها لك بالايه بالفيديو. when اهو after as soon as when. طيب تعال اسهلك الموضوع. تعال، يعني ايه كلمة after؟ يعني بعد. طيب يعني ايه as soon as؟ يعني بمجرد ان. هنعتبرها بعد بس هي اسمها ايه؟ بمجرد ان. طب طبعا كلنا عارفين when يعني عندما. بس طيب تعالى بص بقى، انا مش عايزك تحفظ، انا عايزك تفهم كويس جدا. فهمت؟ انت كده برنس زمانك، انت كده زي الفل. طب بص، حاجه اقول لك ايه. امبارح انا اكلت ثم نمت اهو. ده امبارح، يعني الكلام فين؟ في الماضي صح اهو. طب يلا، كلت ده
حدث اول ولا تاني؟ انا عملت ايه؟ كلت الاول، يبقى ده الحدث الاول. طب بقى كان نمت، الحدث التاني اهو. خلاص يبقى ده الحدث الاول. طب انا لسه قايل لك من شويه الحدث الاول زمنه ايه؟ ماضي تام. طب الحدث الثاني ماضي بسيط. طب تعالى انا عايز هنا بالعربي، فكك من الانجليش دلوقتي خالص، حط لي هنا كلمه بعد في الجمله. فانت هتقول لي ايه؟ مستر بعد ما اكلت نمت. ايوه صح اهو. يبقى بعد ما اكلت عملت ايه؟ نمت. يبقى جبت بعد كلمه بعد الحدث الاول ولا الثاني؟ الله ينور عليك، الحدث الاول. طب ما انا لسه قايل من شويه ان الحدث الاول زمنه ايه؟ ماضي تام، والحدث الثاني ماضي بسيط. يبقى اذا انت اللي طلعت القاعده مش انا. خلاص اهو. بص بقى after as soon as when لازم احط السبجكت الفاعل سواء اسم او ضمير، ما ممكن يبقى مفعول على فكره. خلاص بس خلينا في دي دلوقتي. هنحط السبجكت الفاعل اسم او ضمير، بعدها لازم تحط بقى يلا ها الحدث الاول. احنا قلنا ايه؟ الحدث الاول اللي هو زمنه مين؟ الله ينور عليك، ماضي تام past perfect اللي هو had بلس بي بي او ايه؟ او بين والبي بي اهو. حلو كده؟ جميل. طب الحدث الثاني يا مستر هيبقى زمنه ايه بقى؟ جدع 100 100 اهو. هيبقى زمنه ايه؟ الحدث الثاني. حدث ثاني زمنه الباست سيمبل اللي هو زمن الماضي البسيط اللي هو دي منتظم شاذ زي ما هو، او الخمس تكوينات اللي قلناها. بس كده اظن الموضوع سهل. يعني يلا فور اكزامبل هاجي اقول لك هنا ايه اهو. هنا after I بعد ما انا طبعا هقول له ايه؟ had eaten اهو. بعد ما انا اكلت كوما، طبعا لازم طالما الرابط جه في اول الجمله لازم احط كوما. I مثلا اهو حطينا الفاعل، فهتحط لي هناك ايه بقى؟ ماضي بسيط يبقى مثلا I slept. بس هذه الجمله. اظن الكلام زي الفل 100 100. افتر شيل افتر حط مكانها as soon as بس. طب يلا ناخد عكسها. ده كده الرابط الاول خلص والله خلص. يلا الرابط الثاني بسرعه بقى. انت كده فهمت. عكس افتر هتبقى ايه بقى؟ عكس افتر جدع هتبقى before اهو. طيب before كان اختها اسمها ايه؟ by the time. واختهم الثالثه when. ايه ده يا مستر؟ يا عم ركز معايا، مالكش دعوه مالكش دعوه. تمام؟ انت كتبت when مرتين. ايوه انا عارف. خلاص اهو. يبقى احنا قلنا هنا ده كده الرابط الاول، ده كده الرابط الثاني. حلو. before يعني ايه؟ قبل. by the time قبل when عندما. طب يلا نفس الجمله عايزك تدخل لي هنا كلمه قبل في الجمله دي بالعربي. هتقول له ايه؟ قبل ما نمت كلت. صح اهو. قبل ما نمت كلت. مش احنا بنقول ايه؟ قبل ما انام في حاجات لازم اعملها. يبقى انت كده بتعمل ايه؟ بتنام الاول ولا بتعمل الحاجات الاول؟ اكيد بتعمل حاجات. هموت واعرف ايه الحاجات دي بس يلا مش مشكله. مالكش دعوه مالكش دعوه. يبقى قبل ما نمت كلت. يبقى جبت بعدها ايه اهو؟ قبل ما نمت اللي هو الحدث الثاني عملت ايه؟ كلت اللي هو الحدث الاول. جدع ما انت زي الفل اهو. يبقى جبت بعد قبل الحدث الاول ولا الثاني؟ الثاني اللي هو يبقى زمنه برضه لازم السبجكت الفاعل. ركز. هنحط الحدث الثاني. مين الحدث الثاني؟ اهو ادي الحدث الثاني اللي هو زمنه ايه؟ past simple ماضي بسيط وكتبنا تكوينه اهو بقى. طيب بعد كده نحط مين؟ الحدث الاول اهو السبجكت. بعد كده الباست بيرفكت زمن الماضي التام وكتبنا تكوينه فوق اهو. بس كده انت قسما بالله عايز زي الفل. تمام اهو. يلا فور اكزامبل هاجي اقول لك هنا ايه؟ before مثلا او by the time I كده انا اقول له ايه بقى؟ قبل. يبقى عارف كده احط ايه؟ ماضي بسيط. يبقى اقول له لازم ماضي بسيط slept. طب انا لو لقيت بعد before الباست سمبل ماضي بسيط هناك عارف احط ايه بقى؟ الباست بيرفكت. خلاص اهو I واحط له الباست بيرفكت الماضي التام اللي هو ايه بقى؟ I had مثلا نفس فوق eaten في الاخر فلسطين. بس ايه رايك؟ 100 100 حاجه زي الفل. خلاص كده احنا ماشيين تمام التمام. يلا نرجع تاني للكلام بتاعنا. بص يا سيدي اهو احنا قلنا هنا ادي الباست بيرفكت. يبقى احنا قلنا تاني بقى يلا بقى ايه؟ احنا بنراجع بسرعه. انا بقول لك هنا ايه؟ ادي الماضي التام. هاجي اقول لك اهو هاد بلس بي بي او بين بي بي. خلاص معلوم مجهول فهمناه. طيب الماضي التام عباره عن ايه؟ حدثان او اكتر فين؟ في الماضي. هيبقى طبعا لازم يكونوا ورا بعض. هيبقى عندي حدث اول وحدث ثاني. يلا نقول الشروط الاربعه. واحد الماضي التام قال لك ايه بقى؟ هو نمبر 1
الانجليش فين؟ في الماضي، يعني هو الحدث الاول نمبر 1 نمبر 1 بس كده. دايما فين؟ في الماضي. طيب تاني حاجه قلنا ايه؟ الماضي التام ماضي جبان اهو، يعني ما ينزلش لوحده في الجمله. الماضي التام قلنا ايه؟ قال لك هو تنك. يعني ايه تنك؟ يعني ما يتكررش مرتين في نفس الجمله اهو. خلاص كده، يعني ينزل مره واحده بس او مع نفس الرابط. الماضي التام مرتبط عقبال عندك بالماضي البسيط. خلاص دلوقتي هنقول زمن كمان عينه مزوغه على زمن تاني ساعات بيجي معاه بس مش عايزه دلوقتي. خلاص طب يلا بقى انت هتقول لي ها، يبقى الحدث الاول هو ماضي تام، تمام. الحدث الثاني هيبقى ماضي بسيط، ثالث بسيط، رابع بسيط، خامس بسيط، مليون ماضي بسيط وهكذا. خلاص لسه قايلين دي اهو. يلا بقى انا هجيبها لك ايه بسرعه. بص بقى. When they had reached the station the train left. وهنا when they reached the station the train had left. ايه الفرق؟ ها فهمتها؟ انت كده زي الفل. تعالى بص. هنا reached دي زمانها ايه؟ past simple ماضي بسيط، وهاد left past perfect ماضي تام. طب مش احنا لسه قايلين من شويه ان العلاقه لو الماضي التام جه مع الماضي البسيط يبقى التام هو نمبر 1. الله ينور عليك. والبسيط هيبقى نمبر 2 اهو. يعني كده ايه اللي حصل؟ القطر مشي الاول وبعد كده احنا وصلنا. هل احنا كده خدنا القطر؟ لا، القطر مشي الاول وبعد كده احنا وصلنا عشان الناس كانت بتتلخبط فيه. يبقى اذا هنا they got it لا they missed it اهو. so they missed تمام. زي بقى the train اهو اللي هو it وخلاص اللي هو the train يعني بس. تمام. طب تعالى بص الجمله الثانيه. when they had reached the station the train had reached ده الحدث الاول. طيب left الحدث الثاني. يبقى كده هم وصلوا الاول دخلوا المحطه تمام اهو، وبعد كده لقوا القطر ركبوا القطر وبعد كده القطر مشي بعد ما وصلوا. يبقى هنا ايه؟ لحقوا ولا ما لحقوش؟ لحقوا. يبقى ده معناه so they got it اهو، يعني خدوا القطر بس. فهمت حاجه كده؟ طيب بص الجمله الثالثه. when they reached the station ده مستر ده طبعا past simple وهنا past simple. طب ايه علاقتهم؟ الاثنين بيحصلوا في نفس المومنت اهو. طب يا مستر يعني لحقوا ولا لا؟ ما اعرفش، ممكن يكون لحقوا او ما لحقوش. طب هسألك سؤال، دي كده 1 2 3. الجمله الرابعه ينفع احط ماضي تام مع ماضي تام؟ لا بس، انما الماضي البسيط عادي. خلاص الماضي البسيط عادي شغال معاك. فهمت حاجه كده؟ انت فهمت وزي الفل قسما بالله. تمام. طيب يلا قلنا هنا بقى، يلا رابط بسرعه. after as soon as when. يلا انت هتقول ايه؟ subject فاعل اسم او ضمير ماضي تام ماضي بسيط. التام قلنا الحدث الاول، البسيط الحدث الثاني اهو. after I had studied my lesson I watched TV. طب يلا انا عايزك انت تحل معايا. يلا حل. تاخد ايه؟ after he not a place he parked his car. طبعا انا عندي after هناك في park اللي هو الباست سمبل اوتوماتيك عارف هاخد ايه؟ past perfect يعني ماضي تام بس. طيب سامعك اللي بتقول لي مستر انا ساعات الروابط بتيجي في النص صح؟ ايه اللي هيحصل؟ بص تعالى شوف السهوله والحاجات الجميله اهو. هنا علي نوت تي في after he had read the novel. يلا فين الرابط؟ جه في النص. طيب تعالى بص كده نستبعد ايه اللي جه بعد after had read صح كده؟ جميل. ينفع اخد ماضي تام تاني؟ مش انا لسه قايل لك من شويه مش هو تنك ما ينزلش مرتين؟ اذا كل اللي هستبعده دي مش هتنفع بتاتا. حلو. طيب مش انا قلت لك ان الماضي التام مرتبط بالماضي البسيط صح؟ اللي هو ايه؟ watched بس خلصت. اتفقنا كده؟ يلا اللي بعده. بص يا معلم هنا دلوقتي يلا يا عم كساب after not an apple he slept. هتاخد ايه كده؟ هات ايدي. يا لهوي يا خرابي ليه يا عم؟ طيب عندك حق. انت لسه مستر قايل لي من شويه افتر بعدها ماضي تام. طب فرق لي ما بين الجمله دي والجمله دي. فعال. ايوه شفت بقى؟ انت هنا هتمشي بص ادي افتر هنا في نقط. هل في حاجه؟ لا. اذا هنا ده فيها مستر سبجكت فاعل او مفعول. قال لك بص بقى يا معلم لو انت ما لقيتش بعد افتر فاعل او اي اسم او اي ضمير هناخد ايه بقى؟ verb ing. يعني معنى الكلام ده الجمله اللي فوق هتاخد ايه كده؟ هتبقى eaten. طب والجمله الثانيه هتبقى ايه كده؟
ماشي. الجمله الثانيه هتبقى ايه؟ ها هادي. هادية. الله ينور عليك. بس طب هل بس يا مستر ان جي؟ لا، ما تيجي معايا كده يا معلم. بص، انت في عند حضرتك لو انت ما لقيتش فاعل بعد افتر، الكلام ده برضو هيصير مع بيفور اهو. ادي افتر خلاص اهو، او بيفور. لو انت ما لقيتش بعديهم الاثنين لا اسم ولا ضمير، يعني ايه؟ مفيش يا مستر فاعل اهو، مفيش فاعل. يعني ايه مفيش فاعل؟ يعني مفيش لا اسم ولا ضمير. ساعتها ايه اللي هيحصل؟ هتاخد حاجه من 4 اللي هو ايه بقى؟ مفيش اسم اهو، النقط بقى لازقه فيه. يلا يا معلم، رقم 1 عندي هاخد اما verb ing وده هنسميه active يعني معلوم. طيب تاني واحده عارف هتاخد ايه؟ هتاخد اهو نمبر 2 being being بلس البي بي، وعارف ده هيبقى ايه؟ باسيف. الله ينور عليك، مجهول. طيب تالت حاجه اهو، تالت حاجه هتاخد noun يعني اسم. طيب نمبر 4 قلنا هناخد ايه بقى؟ object اهو، object pronoun. عارف يعني ايه object pronoun؟ يعني ضمير مفعول. طب مستر هي ضمير المفعول اصلا اللي هي مين؟ ها اللي هي ال مي him her it us you them. ولازم لو خدتها بعديهم لازم تحط بعديهم كوما، يعني مش هتحط حاجه بعديهم. خلاص اهو هنفهم يعني ايه. تعالى بص، تعالى كده واحده واحده. انا اقول لك هنا ايه اهو، هذه هنا مثلا after وهشرحها لك دلوقتي بالتفصيل. after not هنا اقول لك ايه مثلا؟ مفيش حاجه يبقى اوتوماتيك، ها يبقى مثلا cooking. يعني ايه بقى after cooking؟ بعد ما هو طبخ. مستر هي فين هو؟ ترجمها كده معلش. بعد ما انا طبخت، هي دي معناها بعد الطبخ. خلاص. طب عارف لو قلت لك هنا after being cooked، عارف معنى الجمله ايه؟ هنا معناها بعد ما تم طبخه. يا مستر ازاي؟ والله يمشي معايا واحده واحده. بعد ما تم طبخه. طب انا هعرف منين؟ اهو هنا هعرف عن طريق فعل الجمله الثانيه. مش عايزك تفهمها دلوقتي، هتفهمها كمان شويه. طيب ممكن اقول لك هنا ايه اهو، يبقى دي معلوم دي مجهول، دي بعد ما طبخ دي بعد ما تم طبخه. طيب هنا يقول لك ايه اهو بعد ما طبخ. طيب after مثلا the lesson، بعد مين؟ الحصه. انا روحت I went home. after او مثلا انا جيت بعدك، انا جيت قبلك، انت الكلام ده يبقى اقول لك ايه اهو I came، انا جيت after them وخلاص وانتهي. بس تمام. يبقى انت كده يبقى مش هتاخد لو مفيش فاعل بعديهم يبقى اي ان جي اهو. اي ان جي being بي بي اسم ضمير مفعول. لا تاني اي ان جي being بي بي اسم ضمير مفعول. بس خلاص ده كده بالنسبه لدي. تمام زي الفل. بعد كده نخش يلا على بيفور وهشرح لك بالتفصيل دلوقتي ما تقلقش. جيت قلت لك هنا مثلا ايه being بي بي يعني ايه الكلام ده؟ after being studied the lesson، بعد ما تم مذاكرته الدرس كان سهل. خلاص يبقى انت كده باخد هنا المجهول والمعلوم على اساس فعل الجمله الثانيه. مش فاهمها انا عارف، مش مشكله هتفهمها حال. ممكن احط noun اسم اهو after the match I went home. هنا مثلا object pronoun I came after them I came after him وهكذا. بس ده كده بالنسبه لدي. طب يلا اللي بعديه قلناها before by the time when. يلا انت قول لي ها هيجي بعدها ايه بقى؟ subject فاعل past simple ولا perfect. هقول لك معلومه، كل الروابط اللي هنقولها هيجي بعديها الحدث الاول باشكاله. تاني كل الروابط اللي هنقولها هيجي بعدها الحدث باشكال، الحدث الاول باشكاله. انا ما بقولش ماضي تام ما عدا اللي قدام حضرتك دي by the time وبيفور اهو. خلاص يبقى before by the time. احيانا when يعني مش دايما. تاني كل الروابط انا عايزك تكتبها لي عندك بالله عليك. انا عندي كام رابط؟ قلنا 11 رابط، وممكن اصلا بعد ما اخلص ما تلاقيش ولا رابط في دول، وده اللي انا هوريه لك ايه في اخر الفيديو. طيب كل الروابط هيجي بعديهم الحدث الاول باشكاله ما عدا before by the time when هيجي بعديهم الحدث الثاني. طب وانا لسه قايل لك الحدث الثاني هيبقى زمانه ايه؟ ماضي بسيط. الحدث الاول ماضي تام بس. خلاص ولسه انا اصلا قايلها من شويه. جميل. طيب يعني before I watch TV
I had started my lesson. طب يلا انت شوف كده. Before he not his car. اللي هناك had plus BB. يبقى عارف كده انت هتاخد ايه هنا؟ past simple. park. بس يبقى before he parked his car he had found a place. طيب مستر عايزها في النص. ادي before. تمام اهو. جه بعديها watched. past simple. لو لقيت بعد before او by the time ماضي بسيط يبقى اوتوماتيك هتاخد هنا ماضي تاني. had read. بس. اذا الكلام سهل. تمام؟ يلا اللي بعده. هنعمل ايه بقى يا معلم؟ اهو. بص بقى. انا عندي طبعا هنا having. having دي مهمة جدا. ليه بقى؟ قال لك لان having دي احفظ بالله عليك معايا. هيجي بعدها حاجة من اتنين فقط ملهاش تالت. وانا عايزها هنا كرابط، مش عايز معناها يمتلك، مش عايز معناها يتناول ياكل. having مثلا drink، having a meal، لا having a car، لا انا عايز هنا معناها خلاص بعد. فعارف ايه اللي هيحصل؟ هيجي بعديها اما بي بي تصريف ثالث فقط، مفيش فاعل، مفيش هاد بي بي، مفيش ماضي تام، لا البي بي قلت الايه التصريف الثالث فقط. انا عايز يعني هتاخد هقول لك دلوقتي اهو هنا بي بي او بين بي بي. طب مستر ايه الفرق؟ بص احنا انت عارفها بي بي اكتف يعني معلوم، طب بين بي بي باسيف يعني مجهول، وركز بالله عليك. طب هناك هنحط الباست سيمبل الماضي البسيط. خلاص يعني تعالى بص اهو افتر هي زي افتر بالظبط، وده طبعا ده كده الحدث الاول خلي بالك، والباست سيمبل الحدث الثاني. مش انا قلت لك من شويه كل الروابط هيجي بعديها الحدث الاول. بص اي رابط هقوله لك ما عدا بيفور وباي ذا تايم قول لي يا مستر بعده الحدث الاول بس باشكاله. ايه باشكاله دي؟ يعني الرصه اللي احنا بنقولها having بي بي ده مش هو ده في محل الماضي التام، بس هو مش ماضي تام، هو تصريف ثالث بس. يعني after he had read عايز احط في الجمله دي having. يلا هقول ايه بقى؟ having شيل after لان having معناها بعد، هتحل محل مين؟ after. هحط الفعل؟ لا. هتحط had؟ لا انا عايز البي بي بس. التصريف الثالث يبقى ايه؟ having read. طبعا احنا عارفين ان التصريف الثالث من read. نفس الكلام. يلا اهو شوف بقى having not played ولا had played؟ الله ينور عليك. يبقى اقول له ايه؟ played بس. خلاص اوعى تحط subject. تمام اهو ممكن يجي يقول لك ايه؟ having not played ولا I had played ولا had played، يبقى لا انا عايز played بس. تمام. طب يلا having not had ولا had جدع انت راجل محترم، هتبقى ايه؟ had بس. ليه؟ had ده past perfect نفس اللي فوق. had ده اللي هو الهاد الاولانيه بتاعت الماضي التام، والثانيه ده الفعل الاساسي، يبقى انا مش عايز، يبقى طبعا had بس. تمام. طيب بص يا معلم having not I traveled. طيب قبل ما احل معاك الجمله دي تعال نبص كده مع بعض على الجمله دي. بص يا سيدي هاجي اقول لك هنا ايه اهو having not I ate. طيب تعالى يلا شوف اللي تشوز كده هيقول لك ايه. هنا هتختار had cooked ولا had been cooked ولا cooked ولا been cooked. طيب تيجي يلا نستبعد، تعالى نحذف اجابتين. بص انا قلت لك ايه؟ having لو جت في اول الجمله وجي بعديها verb طبعا هيبقى معناها ايه؟ بعد. فانا محتاج اخد بعديها اما بي بي على طول او بين والبي بي. مستحيل اخد هاد بي بي او هاد بين بي بي. يلا انا كده خلاص اهو قلت لك يبقى كده هستبعد مين؟ هاد كوكد وهاد بين كوكد. جميل. طب مستر ما انت لسه قايل لي ان هافينج دي بعديها الاثنين هيمشوا بي بي صح وبين بي بي صح. طب مستر ايه الفرق؟ تعالى بص يا سيدي كوكد دي معناها ايه؟ دي كده تصريف ثالث بعد هافينج. احنا لسه قايلين اكتف يعني معلوم. يعني ايه اصلا؟ يعني كده معناها طبخ اهو. حلو. طب عارف بين بي بي دي كده ايه بقى؟ الله ينور عليك باسيف مجهول، يبقى معناه تم طبخه. طب مستر ما هو الاثنين صح. طب ما بعد ما طبخ بعد ما تم طبخه الاثنين صح. تعالى بقى بص بقى انا هعمل ايه دلوقتي. بص يا معلم ادي هافينج جت في اول الجمله، امشي شويه الكلام ده هيمشي مع افتر او
before بس ليهم مع نفسهم كده، مش عايزها هنا، ففكك منها، هي نفس الايه، نفس الطريقه ولكن مش نفس اللي تشوز. خلاص. طيب بص يا سيدي، امشي شويه هتلاقي في كوما، اعمل دوريه على الكوما. حلو كده. هات لي اول كلمه، اول اسم او ضمير بعد الكوما. مين هنا؟ جدع، اللي هو مين بقى؟ اي اهو، سلامتك. ماشي. هتجيب لي الاي دي وهتحط الاي قبل النقط وبعد هافنج اهو، واقرا الجمله. بعد ما انا طبخت ولا تم طبخي؟ مستر انا اللي طبخت، في حاجه اسمها انا طبخت؟ لا. يبقى كده انا هاخد كوكد. الله ينور عليك. بس ويبقى دي كده هتبقى غلط. طب مستر مش فاهم، تعالى خد كمان ايه اكزامبل كمان بس على نفس التشويس. بص having اهو not comma the food was eaten. يلا ها نفس التشويس كده، انا هعمل ايه؟ يلا احنا خلاص مش هنحط الاثنين، هتختار cooked ولا been اهو، ولا بين كوكد. يلا احنا اتفقنا زي اللي فوق بالظبط، كوكد معلوم بين كوكد مجهول. طب انا هعمل ايه؟ هنقوم جايين جايبين الكوما، ادي الكوما اهي. مين اول كلمه بعد الكوما؟ ذا فود اهو. هات لي ذا فود حطها بعد هافنج وقبل النقط واقرا الجمله. بعد ما الاكل طبخ ولا تم طبخه؟ بعد ما الاكل تم طبخه. جميل، بس خلاص اتحل. يبقى انت كده هتاخد ايه؟ بين كوكد. بس سهله قوي قوي قوي. قيس الكلام ده على افتر، ولكن افتر طبعا ايه اللي هيحصل؟ هيبقى معاها بدل بين بينج. نفس الفكره. يعني ايه نفس الفكره؟ اهي بص يا سيدي، هاجي اقول لك هنا ايه؟ هاجي اقول لك اهو افتر، تمام؟ نوت اهو، افتر نوت ذا. ماشي. مثلا thief was sent to prison. يلا ها هنختار ايه؟ بص هنا بقى انت هتشوف اللي تشوز كده هيقول لك ايه. هل هاخد هنا had been arrested ولا arresting؟ تمام اهو. ولا مثلا ايه arrested، او الاول مثلا been arrested ولا being arrested. يلا ها تيجي نستبعد. تعالى يا مستر after هل جه بعدها اي حاجه؟ لا، يبقى اوتوماتيك دي كده غلط. طب ما جيش بعدها حاجه يبقى ان جي، اسم ضمير مفعول being بي بي. حلو. هل انا قلت لك been ولا being؟ يبقى دي كده غلط، مستحيل اخد دي. طب مستر ما انت قلت له ان جي being بي بي. يلا انا هعمل ايه بقى؟ هجيب الكوما اهي. مين اول كلمه؟ ذا سيف بعد الكوما، حطها لي هنا اهو بعد افتر وقبل النقط. يبقى بعد ما الحرامي قبض ولا تم القبض عليه؟ مين؟ زكي ابن جدي؟ بيوم ابن حتتي. زكاوة بومي. تم القبض عليه. اذا هاخد being arrested لان دي كده بعد القبض. يعني انت عارف لو خدت دي معناها ايه؟ بعد ما الحرامي هو اللي قبض. ايه ده؟ دي مكافأة عملها لي خير ربيع علشان مسكت الحرامي. طيب ما انا قبضت من الحرامي. نعم. الكلام ده غلط، يبقى دي غلط فهاخد دي بس. قيس على كده before برضو نفس الكلام. تمام؟ اظن سهله وجميله جدا. طب تعالى بص تاني. having not I traveled. ها driven ولا been driven؟ ما الاثنين صح. هعمل ايه بقى؟ اهو هقول لك هنا مثلا I او he اهو. هنا هتجيب الهي وحطها لي هنا اهو. يبقى هنا having معناها بعد ما هو ركب ولا اتركب؟ هيبقى اهو بعد ما هو ركب العربيه، بعد ما هو ساق ولا اتساق؟ بعد ما هو ساق العربيه. يبقى طبعا كده هتاخد ايه؟ driven. بس نفس الكلام. هاجي اقول لك ايه اهو having not the car broke down. ها هتجيب مين؟ ادي الكوما. هات لي the car حطها هنا اهو. يبقى بعد ما العربيه ركبت ولا اتركبت؟ لا دي عادي بقى العربيه عادي. يبقى تقول له ايه؟ بعد ما العربيه اتساقت او اتركبت عادي برضو، ما عادي بقى ماشي. يبقى كده اقول له ايه؟ been driven. بس ايه رايك؟ اظن الكلام زي الفل. يلا نخش على اللي بعديه.
عندي بعد كده before not. يلا بقى نفس الكلام. ها هناخد ايه؟ الله ينور عليك، هتبقى مفيش subject فاعل يبقى ing اهو. طب before he not he had eaten، عارف كده اللي يحصل؟ مفيش فاعل، طبعا هنا في subject اهو، يبقى هاخد ايه؟ هنا في ماضي تام past perfect يبقى ماضي بسيط. يبقى لاحظ لو ما لقيتش فاعل بعد before او after ing being be اسم ضمير مرفوع، نفس الفكره اللي قلناها من شويه. بس يلا اللي بعده. عندي بعد كده till او until. انا قلت لك بقى خلاص اديتك القاعده، اي رابط هقول لك عليه قول لي بعده الحدث الاول باشكاله. هنا ده عادي، اشكاله حلوه عادي، يبقى till وانتل بعده الحدث الاول اللي هو زمنه ايه بقى؟ الباست بيرفكت اللي هو الماضي التاني، وقبله هيبقى الحدث الثاني اللي هو الماضي البسيط، بس قال لك غالبا هيبقى منفي. طب احنا بننفي الماضي البسيط بايه؟ رقم واحد ارجع بقى لايه؟ للجمله الاولانيه اهو. هنا اقول له ايه؟ didn't بلس الانفينيت اهو. طب تاني واحده هتبقى ايه؟ wasn't or weren't. تمام اهو. بلس بقى البي بي اللي هو المجهول الباسيف، خلي بالك والله بتيجي. طيب نمبر 3 هتحط ايه؟ refused اهو. refused to بلس الانفينيتيف، هفهمها لك دلوقتي يعني ايه. طب نمبر 4 ماشي عشان ما نجيش عليها اهو، خلاص هكتبها لك تحت هنا، هتبقى ايه بقى؟ او فوق هنا اهو stop اللي هو توقف، بس stop ده بقى والاي ان جي، وطبعا كنا شارحينها في فيديو. يبقى دول الاربع حاجات خلاص. بمعنى بص يا سيدي، انا ذاكرت درسي ثم اتفرجت على التلفزيون، يبقى قال له ايه؟ ده انا ما اتفرجتش على التلفزيون لحد لما ذاكرت الاول. يبقى انا ذاكرت الاول وبعد كده اهو الباست بيرفكت ماضي تاني، بعد كده اتفرجت. معنى الجمله ان انا اتفرجت على التلفزيون بس بعد ما ذاكرت. يا مستر ما هي منفيه، لا ما هو انا ما رحتش الدرس لحد لما اكلت، يبقى انا عملت ايه؟ ما رحتش الدرس بس انا رحت، معناها ايه ان انا رحت؟ او انا ما رحتش الدرس لحد لما عملت الحاجه. خلاص يبقى هنا اهو he didn't park، هو ما ركنش العربيه لحد لما he had found a place. هنا مثلا she refused، هي رفضت ان هي to go، رفضت ان هي تخرج لحد لما ملت الكرش الاول اهو had her dinner. خلاص اهو نفس الكلام هقول له ايه؟ she stopped، هي توقفت اهو going عن الذهاب until she had her dinner. بس فهمت حاجه كده؟ هنا هاجي اقول لك مثلا ايه؟ الاكل ما اتاكلش the food wasn't eaten until it was او it ايه بقى؟ had بقى اهو. يبقى the food wasn't eaten until it had been cooked، لحد لما هو اتطبخ. بس في حاجه صعبه عليك؟ اظن الكلام جميل، كلام معقول، ما اقدرش اقول حاجه عنه. بص يا سيدي ادي الخلاصه اهو. بص بقى الماضي التام بيجي طبعا كله قبل المضارع، ماليش علاقه بالمضارع. الحدث الاول ماضي تام والثاني ماضي بسيط. تمام؟ طيب تعالى بص يلا فور اكزامبل، وقف الايه؟ الفيديو حلو وبعد كده ارجع تاني. يلا انا هخش على طول. ايه اللي بيجي بعدها اي ان جي من الاربعه دول؟ هي افتر بس. till when because طبعا لا. طب هنا not found تصريف ثالث، مين اللي بيجي بعدها التصريف الثالث؟ انا عكست لك، الله ينور عليك، يبقى having اهو. طب هنا I had my lunch تركايه انا عندي هنا مين؟ after that. طيب مستر انا هسألك سؤال، هي had my lunch دي ماضي بسيط ولا ماضي تام؟ جدع past simple ماضي بسيط. ليه؟ ما جاش بعد had تصريف ثالث ولا بين والبي بي، اذا ده كده ماضي بسيط اوتوماتيك. حلو. طيب مستر مالها after that دي؟ ما هو يا معلم ما احنا قلنا ايه؟ after that دي مش after that يعني بعد ذلك. يعني انا اتغديت بعد كده انا خرجت مع اصحابي. انا اتغديت بعد كده يبقى انا عملت ايه؟ اتغديت الاول بعد كده خرجت مع اصحابي. طب ازاي يا مستر الكلام ده؟ قال لك عادي. يبقى هنا بقى بص يا سيدي، انا عندي هنا ايه؟ ادي اهو. هنا دلوقتي اكتب لي الملحوظه دي عندك يلا. انا عندي هنا ايه؟ after that هتساوي before. طيب before that هتساوي after. بس كده. يبقى احنا قلنا ايه؟ before by the time و after that دول الوحيدين اللي هيجي معاهم الحدث الثاني، الباقي الحدث الاول. بس خلاص تمام كده. طيب هتيجي تقول لي يا مستر طب وازاي الماضي البسيط جه الاول؟ ازاي؟ انت بتقول لي I had lunch،
يعني كان الحدث الاول ماضي بسيط. طب ازاي مش ماضي تام؟ انا هقول لك بقى. بص، الماضي التام دايما هو الحدث الاول. بص الملحوظتين دول اهو، الماضي اهو دايما الماضي التام هو الحدث الاول فقط. خلاص؟ قال لك ولكن يمكن ان ياتي الماضي البسيط كحدث اول برضه. احنا قلنا هو بيجي الحدث الثاني، والماضي البسيط ممكن يجي الحدث الاول، بس بشرط. ايه الشرط؟ بشرط ما يكونش في ماضي تام في الجمله. بس ايه رايك؟ اظن الكلام سهل قوي. يبقى هنا الجمله بتاعتنا الحدث الاول طلع معاك تمام اهو. عندنا هنا الحدث الاول طلع معاك ايه؟ ماضي بسيط، وممكن الحدث الثاني ماضي بسيط، والحدث الثالث ماضي بسيط. يبقى هيك هاخد 1 بس. طيب تعالى بص، مستر هو فين الرابط؟ ما عنديش رابط. مش انا قلت لك ممكن ما تلاقيش رابط اهو. fortunately لحسن الحظ we found، احنا لقينا الموبايل والفلوس اللي كانت ضاعت مننا. ايه اللي حصل الاول؟ الفلوس ضاعت الاول وبعد كده احنا لقيناها، يبقى كده هاخد had lost بس عشان ده الحدث الاول اهو. طيب after the robbers، يعني كلمة robbers اللي هم الحرامية. هناك في were taken past simple ماضي بسيط، يبقى عارف هاخد ايه؟ ماضي تام. الوحيدة had been arrested، وده طبعا passive مجهول. طيب آخر جملة جميلة قوي. The bus not down suddenly yesterday. ايه اللي حصل؟ ده انا عندي هنا yesterday ماضي بسيط. إذا يلا نستبعد. كانت عارف اعمل ايه؟ دي مش هتنفع خالص، ماضي تام مش هينفع. بريكس مش هينفع برضو، مش شغال معايا. طب هي الأولى والثانية؟ معظم الناس هتاخد الأولى. يا مستر ايه ده يعني غلط؟ بص، كلمة بريك داون يعني يتعطل. خلاص؟ أو ممكن معناها برضو يكسر أو يحطم نمطية أو يحطم مثلا حاجة. المهم يعني هنا معناها يتعطل. هو مين اللي بيتعطل؟ الأتوبيس. طب يا مستر معلومة ولا مجهول؟ بص بقى، هناك بعض الكلمات اللي ممكن تيجي معلوم، ولازم تيجي معلوم لو مفيش باي. يعني حاجه اقول لك انا ماشي بالعربيه، العربيه وقفت. مين اللي وقف؟ العربيه. هل حد وقفها؟ لا. فانت هتقول له ايه؟ يبقى هتقول له the car stopped، توقفت. طيب انت جيبها مجهول يا مستر بقى لو انت لقيت كلمه باي. يعني هنا ايه؟ الاتوبيس اتعطل، يبقى the bus broke down. طب امتى اخد was broken يا مستر؟ لو لقيت باي فلان. يعني اقول لك ايه؟ the bus was broken down by احمد yesterday، يبقى هنا اتعطل بواسطه شخص. فهمت حاجه مهمه قوي، تركايه جميله قوي. بس يبقى دي كده ايه بالنسبه لدي. خلاص؟ يلا تعالى ندخل على الروابط اللي بعدها. مين الروابط اللي بعدها؟ تعالى بص يا سيدي، انا عندي طبعا هنا نمبر كام بقى؟ نمبر 6. يلا هنا عندي اهو، عندي حاجه اسمها no sooner. بالله عليك ركز معايا قوي. hardly، scarcely، و only just. هو only just ده ما بيجيش كتير ولكن هنشتغل برضو معاه. قال لك يلا انت اللي هتقول بقى بعد الحدث الاول الثاني. احنا قلنا ايه؟ كل الروابط بعدها الحدث الاول. اذا اهو يبقى انا هحط هنا ايه؟ حدث اول، يلا اللي هو زمنه ماضي تام. بس استنى يا مستر، انت بتخضني ليه؟ انت عايزهم كابيتال ولا سمول؟ هي هتفرق معاك؟ يعني ايه الكلام ده؟ قال لك بص، لو لقيت no sooner، hardly، scarcely، only just كابيتال غصب عنك هو هيجي بعدهم الحدث الاول، ولكن ماضي تام صيغه سؤال. مش فاهم يعني؟ يعني هتلزق فيهم خط لزق كده لازق فيهم على طول. had لازم، يعني no sooner had، hardly had، scarcely had، على طول only just had طالما هم جم في اول الجمله. حلو جميل. طب بعد كده حط السبجكت الفاعل. طب بعد كده حط البي بي بس. طب هناك هنجيب مين؟ الله ينور عليك اهو. هنحط مين بقى؟ تمام اهو. الحدث الثاني ادي السبجكت. الحدث الثاني هو مين؟ الماضي البسيط اهو، ده الحدث الثاني. حلو كده. طب مستر انت سايب الحته دي كلها فاضيه ليه؟ ما انا هقول لك، ما انا هديله الفاضيه او هديله القضيه في الحته الفاضيه. يعني عارف نو سونر ليها رابط كمان. ايه رابطها؟ نو سونر دي لها رابط اسمه ذان. مش زي، مش ذن، مش سن، مش ذات، مش وين، لا
يبقى نو سونر معاها كمان رابط اسمه then يا مستر. طب جميل. طب انت عندك hardly، هل برضو نفس الرابط؟ لا، ده hardly scarcely. قول لي just لو انا لقيت الثلاثه دول معاهم رابط اسمه when او before، when او before، when او before بس. اهو. ايه رايك في الكلام ده؟ كلام زي الفل. مستر مش فاهم حاجه. اكزامبل يلا. حاجه اقول لك هنا ايه؟ اهو بص كده no sooner نقط. يلا هنعمل هنا ايه؟ هنعمل هنا 3 تشوز دلوقتي. بص هنا اول حاجه اقول لك ايه؟ I had مثلا eaten ولا have I eaten ولا had I eaten ولا هنا مثلا I have eaten. طبعا انا قلت لك هنا مين ربطك؟ هنا اهو no sooner. طالما no sooner كابيتال صح؟ يبقى اوتوماتيك بعديها had على طول، يبقى هاخد بس. خلاص؟ يبقى طبعا هنا هتبقى دي الصح. حلو، ادي كده اول واحده اهو. طب تعالى احط لك كمان نقطه اهو، يبقى had I eaten. يلا نقط، ها هتختار في النقط. يلا شوف التشويس. هل هتاخد هنا then ولا that ولا then ولا thin ولا when ولا before؟ ها الله ينور عليك مستر، انت لسه قايل لي عندي نو سونر، يبقى اوتوماتيك هختار معاها then على طول كده، يبقى احط له هنا ايه؟ then. طب مستر هحط السبجكت الفعل واحط هنا ايه؟ ماضي بسيط بس، يبقى كده اقول له ايه؟ مثلا I slept بس. طب معناهم يا مستر لم يكد حتى، يعني بعده خلاص، بعد ما انا كلت دخلت نمت بس. طب مستر شيل نو سونر حط مكانها hardly، يبقى هشيل مين؟ هشيل then احط when او before بس خلصت. اللي بعده مستر انا عايز الرابط نمبر 7. انا عايز نو سونر وهاردلي وسكيرسلي سمول. هتيجي تقول لي سهل قوي يا مستر، هقوم جايب الباست سمبل ماضي بسيط قبلها كده. انت اتدلقت زي الجردل ليه؟ دول حفظ دول حفظ دول حفظ دول حفظ. يعني اللي انت قلته ده غلط غلط غلط. امال ايه يا مستر؟ قال لك بص احنا قلنا الباست بيرفكت بيتكون من ايه؟ هاد بي بي صح؟ حطهم ما بين هاد والبي بي بس خلصت. يعني ايه الكلام ده؟ بص تعالى نمبر كام؟ دي نمبر 7 اهو. هنحط هنا السبجكت طبعا معاهم دايما الحدث الاول اهو، وحط هاد. طب بعد هاد هنرص الروابط. يلا هحط له هنا ايه اهو؟ نو سونر بس سمول، هاردلي سمول، scarcely اهو، only just بس. طب ايه اللي ناقصك؟ التصريف الثالث البي بي اهو. طب نفس الكلام اللي فات؟ ايوه يا مستر. يعني ايه؟ يعني هحط هناك هنا السبجكت وهنحط ايه بقى؟ الباست سمبل او الماضي البسيط اللي هو مين؟ الحدث الثاني اهو. طب الرابط موجود؟ ايوه يا مستر. يعني نو سونر لسه قايلينها هتبقى ايه بقى؟ ذان جدع اهو. يبقى نو سونر هتبقى ذان. طب هاردلي سكيرسلي قولي جاست نفس الكلام هتبقى هاردلي سكيرسلي قولي جاست تبقى when او before، when او before، when او before بس. يلا فور اكزامبل هقول لك هنا ايه؟ هقول لك هنا اهو I had no sooner اهو تمام. مثلا eaten نفس الجمله وخلاص بقى عشان نخلص. ها no sooner يبقى then I slept بس. شيل no sooner حط مكانها hardly اهو، فاجي اقول له ايه؟ I had hardly نفس الكلام. eaten يبقى هشيل مين؟ هنشيل then وهحط مين؟ هحط when او ممكن احط مين بقى؟ before بس. دي او دي بس الاغلب يعني بتبقى when. نفس الكلام I slept بس خلصت. ايه رايك في الكلام ده؟ اظن زي الفل 100 100 100 100. يلا بص يا سيدي اهو تمام. كل اللي جاي بقى هيبقى رص تمام اهو. يبقى احنا قلنا ايه؟ ادي يلا ها no sooner hardly scarcely only just. استنى انت عايزهم كابيتال؟ يبقى اجيب بعدهم يبقى had اهو subject فاعل بعد كده البي بي
بعد كده نحط ايه هناك الماضي البسيط past simple. خلاص مع no sooner هنحط then hardly scarcely just when او before بس. خلاص طيب يلا اهو I didn't slept. هنا طبعا no sooner had I eaten that هل ذات صح؟ لا يا مستر ده انت لسه قايل لي ذات دي غلط، امال هتبقى ايه؟ than اهو يبقى ذات غلط. تمام؟ طيب يلا نو سونر اوتوماتيك طالما كابيتال يبقى هختار بعديها هاد على طول. مين اول واحده اولها هاد؟ اللي هي تاني واحده، يبقى هاخد دي بس. فهمت حاجه؟ يلا ها السمول بتاعها دي السبجكت هاد نو سونر هاردلي سكيرسلي جاست حط البي بي بعد كده حط ايه بقى؟ ها هناك الباست سمبل اهو بعد كده مع نو سونر ذان تاني when او before اهو he had no sooner had او done his work then والpast simple he went home. نفس الكلام عايز اشيل no sooner حط hardly يبقى هشيل then واحط when او before وخلصت بس كده زي الفل. يلا اللي بعده بقى دي كده نمبر 7. نمبر 8 قبل ما نقول اللي بعده تعالى نحل يلا no sooner ها يبقى ايه؟ had he. ما انا بقول لك اهو no sooner محمد هاد ولا هاد محمد؟ هتقول لي ايه؟ هاد محمد وتعالى. ماشي يبقى طبعا ايه؟ نو سونر هاد فاعل خلاص مش فاعل هاد. نو سونر هي هاد ولا هاد هي؟ يبقى هاد هي. نو سونر احمد هاد ولا هاد احمد؟ يبقى هاد احمد وتعالى برضه ما تجيش بقى خلاص عشان اللي انا بقوله ده مش حلو اصلا. طيب يبقى كده اقول لك ايه؟ نو سونر هاد هي. طب مين ربطك؟ ها هاردلي يبقى مين هتربط مين؟ يبقى وين على طول خلاص اهو. طب هي هاد نو سونر مين رابط نو سونر؟ ذان اهو مش ذن ولا ذات. طيب اهو هي هاد سكيرسلي مين رابطك؟ سكيرسلي يبقى هتربط ب وين بس زي الفل. يلا اللي بعده انت اللي هتقول بقى ها هنحط ايه؟ because او since او as معنيهم ايه؟ اوعى تقول لي بسبب اوعى ولا خلاص يبقى معناه ايه بقى؟ لان تمام فهيجي بعديهم جمله كامله. طب يلا انت اللي هتقول ايه اللي هيجي بعديهم؟ ما احنا قلنا كل رابط بعديها الحدث. الله ينور عليك الحدث الاول اللي هو زمنه هيبقى past perfect ماضي تاني. طب قبليهم الحدث الثاني اللي هو past simple. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انا كنت زعلان ليه؟ لان انا ضيعت موبايلي. ايه اللي حصل الاول؟ ضيعت موبايلي الاول وبعد كده بقيت زعلان يبقى اقول له ايه؟ I was sad اهو مثلا I was sad ليه؟ as او because او since خلي بالك since معناها منذ او لان هنا معناها لان I had lost my mobile بقى اهو زي الفل خلاص. مثلا اهو the teacher المدرس was pleased كان ما ده past simple كان مبسوط because لان او since او as كل الطلاب نجحوا يبقى اللي حصل الاول الطلاب نجحوا وبعد كده المدرس بقى مبسوط بس. خلصنا اللي بعده يلا دي نمبر 8. نمبر 9 يلا ها هنقول ايه بقى؟ اقول لك اهو بص يا سيدي انا عندي هنا تو linkers برضو. بص حاجه اسمها it was او it wasn't. ايه الفرق؟ دي مثبته دي منفيه هل تفرق؟ ايه الفرق؟ it was لو لقيت it was حط only when بس. طب لو wasn't حط until بس كده. it was only when it wasn't until لا تاني it was only when اهو يبقى انا لو لقيت اهو was مثبته يبقى احط ايه؟ only when. طب it wasn't منفيه يبقى احط ايه؟ until بس. طب يلا انت اللي هتقول بقى خلاص هيجي بعدهم ايه؟ حدث اول يا مستر يعني الباست بيرفكت فاعل ماضي تاني. طب هناك ماضي بسيط. مستر انت ليه سايب الحته دي فاضيه؟ عشان ليها رابط. عارف الرابط هيبقى اسمه ايه بقى؟ اهو ذات وليس ذان وذن لا وانه بيفور لا ذات يا مستر يبقى ذات دي مع الرابطين دول. For example يلا اهو هنا it was only when they had arrived at home that they slept. يعني يا دوبك بعد ما هم روحوا خلاص او وصلوا البيت اللي حصل؟ ناموا. طب نفس الكلام it wasn't until she had heard يا دوبك يا سمعت الجوك النكته ثم she هي بقى ضحكت خلاص. يلا هنا بقى الرابط اللي هو رقم نمبر 10 احنا قلنا اصلا اللي هو قاعده وين. طب نخش يلا على اخر رابط باي. بص يا سيدي لو انت لقيت باي ده خلي بالك احنا قلنا الرابط رقم 10 ارجع له بقى في اول فيديو اللي هو وين. طيب ده 11 لو لقيت باي وبعديها اي وقت في الماضي خد هناك ماضي تام. لا مش فاهم
تعال احط لك كده تو سنتنس. هاجي اقول لك هنا ايه؟ هاجي اقول لك هنا مثلا I not yesterday اهو. طيب هنا انت هتختار نفس الجملة studied ولا had studied. ها عارف هتختار ايه؟ مستر ايه الهيافة دي؟ ما انت لسه قايلها لي بقى في اول الفيديو. yesterday يبقى studied على طول بس. طيب بص بقى الجملة التانية دي، ده دي واحد ودي نمبر 2. I not buy yesterday. مستر هي هتفرق طبعا. لو انت لقيت باي زائد اي مده في الماضي زي yesterday last ماشي كده اهو، اي تاريخ اوتوماتيك خد معاها had plus bb بس، يبقى had studied واللي فوق هتبقى studied فقط لا غير. بس في حاجه صعبه في كده؟ نفس الكلام اجي اقول لك ايه اهو. بص نمبر 3 هنا باي او مثلا he not to Alex in مثلا 2021 ونفس الجملة he not to Alex بس بدل in by 2021. عارف كده ان وتاريخ في الماضي ماضي بسيط، يبقى انت عارف اوتوماتيك هعمل ايه اهو. يبقى انا كده اول واحدة هاخد يبقى مثلا went. طب عارف تاني واحدة هتبقى ايه؟ الله ينور عليك، يبقى had gone. بس كده زين الكلام زي الفل. يبقى باي وقت في الماضي يبقى ماضي تام بس. خلاص باي ذا يير 2022 I had learned English بس. تمام باي ذا تايم هي على فكرة ماضي بسيط، يبقى the film had started. خلاص طيب تعالى بص كده بقى نشوف عندي شوية جمل كده بسرعة. حل يلا كده معايا وكمل الفيديو. طب يلا اول واحدة لسه قايلينها found يبقى اخد معاها having بس. طيب they said هم قالوا I not as good as them because اهي ادي because بعديها had bb باخد قبلها ماضي بسيط يبقى هاخد ماضي بسيط يبقى wasn't بس. طب اللي بعديه no sooner على طول اوتوماتيك هات فاعل طالما كابيتال. خلاص طب اللي بعديها hardly رابطها يبقى when. طب I wasn't hungry because قاعدة because جه قبلها ماضي بسيط يبقى بعديها ماضي تام يبقى had eaten اهو. خلاص هي نازله لتحت بقى. طب اسمها it was only when اهو. يبقى احنا كده الحمد لله النهارده خلصنا زمن تقيل قوي. والله ربنا يعلم انا عمال بصور ازاي الفيديو ده والتفكير فيه كتير جدا عشان اطلع لك حاجه محترمه وحاجه نظيفه. الحمد لله كده خلصنا تمام. ابقى اتفرج بقى على الفيديو اللايت بتاعه اللي هو المراجعه السريعه تمام. ولو انت جاي من الفيديو اللايت يبقى انت بتتفرج على الفيديو اللي هو الاساسي. خلاص اتفرج على فيديو الحل لان مهم جدا 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 جدا. اتمنى تكون النهارده فهمت، ولو انت عايز اي حاجه اكتب لي في الكومنت تحت. وطبعا ما تنساش بقى ان انت يبقى شير الفيديو للناس اللي هي مش فاهمه الفيديو. عايزين اي حاجه يلا سلام عليكم.